عاجل. زيادة جديدة للمعاشات، والزيادة بداية من أول يناير 2024. تعالوا نشوف تفاصيل الزيادة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. وما تنسوش اللايك الجميل للفيديو. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. كلنا شايفين التغيرات الكبيرة الايام اللي فاتت في المعاشات، سواء زيادات طبقا للقانون 148 لسنة 2019 أو زيادات استثنائية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل أصحاب المعاشات دايما بيسألونا في القناة عن موعد الزيادات الجديدة وموعد صرفها، وهل في زيادات استثنائية بيقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كل دي أسئلة كل يوم بتجيلنا على القناة. إنما النهاردة معانا خبر مهم جدا لأصحاب المعاشات، حيث أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارا من أول يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10,080 جنيه بدلا من 8,720 جنيه. وقد أكد اللواء جمال عوض أنه سوف يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، كما يتم رفع الحد الأقصى لأجل الاشتراك التأميني ليكون 12,600 جنيه بدلا من 10,900 جنيه. كل ده طبقا للقانون 148 لسنة 2019، حيث أضاف اللواء جمال عوض أن هذه الزيادات في الحد الأدنى لا تتعارض مع أجر الاشتراك التأميني. وقرار الحد الأدنى للأجور هو 3,500 جنيه، حيث أن الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي والمزايا العينية التي قد تصرف للعامل من جهة عمله. وأكد اللواء جمال عوض أن كل هذه الزيادات سوف يبدأ تطبيقها الرسمي بداية من شهر يناير القادم 2024. أما عن الزيادات التي سوف يطبقها القانون هتكون في الفيديو اللي جاي بكل تفاصيلها. كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار المعاشات. انتظرونا، إلى اللقاء.